أكتر 5 مشاكل بتقابل طلاب الأزهر في مادة الأحياء. كل سنة في طلاب بتبذل مجهود كبير جدا في الأحياء وفي الآخر بتلاقي النتيجة مش مرضية على قد المجهود. فهي المشكلة مش في المجهود، المشكلة في طريقة بذل المجهود. نخش في الموضوع على طول. أول مشكلة بتقابل طلاب الأزهر وهي صعوبة الحفظ. بعض الفئات أو بعض الطلاب بتحبش الحفظ تماما، زي ما قلت قبل كده إن ده طالب بيحب الرياضة أكتر، بيحب الفهم أكتر، والأحياء للأسف عبارة عن معلومات كتيرة قوي، فبالنسبة له الموضوع فيه تعقيد شويه. المشكله بتكمن في ان حضرتك بتبقى مفكر نفسك ما بتعرفش تحفظ، وبتوهم نفسك انك عندك مشكله في الحفظ. انا ما بعرفش احفظ، وده مفيش كلام من ده، واقول لك ازاي. والفكره الثانيه ان الحفظ اصعب شويتين من الفهم. الفهم انت المعلومه قدامك، فهمت الميكانيزم او الطريقه، فخلاص انت فهمت وعقلك استوعبها، خلصت. اما الحفظ انت مطلوب منك تغصب عقلك يحفظها ويحتفظ بيها وما ينساهاش، فده اصعب شويه. فانت مش بتعرف تحفظ، لا، انت مكسل شويه تحاول تحفظ. ومعلش الاول بسم الله الرحمن الرحيم اضبط العوامل. يعني ما تقراش بعينك بس كده وتقول انا مش عارف احفظ. ما تقراش بعينك بس وما تكتبش وتقول انا مش عارف احفظ. ما تقراش بعينك بس وما تكتبش وما تسمعش بودانك وما تقولش بلسانك وما تشرحش لمخك بنفسك وتقول ما بعرفش احفظ. 5 عوامل او 5 حواس لو شغلتهم وقت محاولة الحفظ بإذن الله تحفظ. عندك مشكلة إن المادة اللي بتكرهها هتأثر فيها غصب عنك، مش بس كده، ده أنت هتدي لنفسك عذر إن المادة صعبة أو ما بحبهاش، هأثر فيها أو هكروتها وهقول إيه إن شاء الله خير. انا جاي لك من قدام اهو بقول لك ان الماده اللي هتكرهها هتاثر فيها وتضيع منها درجات كتير، فاوعى تكره ماده وعامل كل ماده عادي. المشكله الثالثه ان الطالب يكون بياخد عام طول السنه. دي مش مشكله كبيره على قد ان هو ما بيعرفش يتدارك السيئات او السلبيات منها. ازاي؟ انت عندك 30 درجه مخالف في الازهر، مصطلح وعلل وماذا يحدث وارسم واجب او الكلمات الشاذه واجب من الرسم الى اخره. يعني فكل دي اسئله تقريبا ما بتتعرضلهاش خالص في العام الا من رحم ربي وقله من المدرسين اللي بيهتموا بالازهر وامتحانات الازهر واسئله الازهر من مدرسي العام، اللي هو مع انه بيذاكر طول السنه وفاهم الماده فهم كويس، بس دايما هتلاقيه بيشتكي منك شكوى. ايه الشكوى دي؟ ايه؟ يقول لك انا والله فاهم بس مش عارف اكتب الاجابه النموذجيه. طيب هتحل المشكله ازاي؟ اتعرض للكلام ده، اتعرض للاسئله دي، نوعيه الاسئله دي بكثره قبل ما تخش الامتحان عشان ما ترجعش تندم. المشكله الرابعه ودي عكس تماما المشكله الاولى، ان الطالب يبقى حافظ جدا، بس حافظ جدا، عارف ان هنا ما يوزي وهنا ما يتوزي، بس مش فاهم ليه ومش عارف ليه. هو حافظ وعارف المعلومه بس مش فاهمها، وده كمان هيضيع منك بعض الدرجات لان الامتحان كله مش مباشر دايركت كده. اكيد في اسئله محتاجه فهم عميق للماده، في اسئله انت عارف معلومتها بس بسبب فهمك الخاطئ هتجاوب المعلومه غلط. فلازم تكون فاهم المنهج كويس بدون فزلكه وانحراف عن مسائل خارج المنهج، بس لازم تكون فاهم المنهج فهم عميق. وبس كده، دي المشاكل المشهورة في الأحياء. يا رب تستفادوا منها والدفعة الجديدة برضه تستفاد منها وتلحق نفسها قبل ما السنة تخلص زي ما خلصت منكم. انتوا إن شاء الله انتوا كمان تلحقوا تلموا الدنيا في المقالي وفي المشاكل اللي هي عندك دي، وبإذن الله ربنا يكبر قلوبكم. وبس كده، سلام عليكم.